السلام عليكم. انت اتكلمنا على ايه النهارده يا بابا؟ النهاردة يا أستاذ ياسين هتكلم زي ما وعدت مشاهدين قبل كده إن إحنا هنتكلم عن الآثار بتاعتنا في الخارج. كنت قلت في الفيديو اللي هو بتاع أكبر تاجر آثار وإزاي كان بيتاجر في الآثار، إن أنا هتكلم في سلسلة فيديوهات أو كام فيديو على آثارنا في الخارج، لأنها بصراحة كتير أوي يعني. النهاردة هنتكلم عن الآثار الموجودة في المملكة المتحدة. المتحف البريطاني في لندن، المملكة المتحدة، فيه 100,000 قطعة أثرية مصرية. ده غير مجموعة وندف المهداة للمتحف سنة 2003، واللي تقدر بحوالي 6 ملايين قطعة أثرية. ده في متحف واحد. وكان 6,000 قطعة، 6 مليون قطعة دي بترجع لعصر ما قبل التاريخ. أما في متحف بتري للآثار المصرية في المملكة المتحدة برضو، فده فيه 80,000 قطعة أثرية. أما متحف الأشموليان في إكسفورد في المملكة المتحدة، فده كمان فيه 40,000 قطعة أثرية. احسب معايا كده علشان بصراحة الحسبة كبيرة وأنا مش شاطر قوي في الحساب. متحف في تزوليم كامبردج المملكة المتحدة، ده فيه 16,000 قطعة أثرية. متحف مانشستر المملكة المتحدة حوالي 16,000 قطعة أثرية. ما تتوهش مني واحسب، علشان معلش لا مؤاخذة احنا بنحسب علشان نعرف أثرنا كام برا. ده العدد الموجود في المملكة المتحدة. بس حسبت، قول لي العدد طلع معاك كام؟ هوفر عليك أنا الحسبة. لو حسبتهم هيطلعوا 280,000 قطعة أثرية. ده بخلاف 6 مليون قطعة أثرية اللي هي بترجع إلى عصر ما قبل التاريخ في مصر. ده أثرنا في بلد واحد، دي أثرنا في المملكة المتحدة. هنشوف مع بعض أثرنا في باقي العالم بتطلع كام. أنا هوفر عليك الحسبة دي، لأني بصراحة أنا حاسبها قبل ما أطلع الفيديو. 280,000 قطعة أثرية ده في المملكة المتحدة بس، بخلاف 6 مليون قطعة اللي هم بيرجعوا إلى اللي كانوا هدية ويرجعوا إلى ما قبل التاريخ. رقم مهول. والأرقام اللي جاية فيها أرقام أعلى، في بلد فيها أرقام عالية جدا، وفي بلاد فيها أرقام يعني أقل من كده شوية، لكن الرقم التوتال كله كبير كبير جدا، رقم يخض. دمتم دمتم ودامت ودامت مصر بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.